قبل 3 سنوات أصبت بالتهاب السحايا الجرثومي. أعيش في جنوب فلوريدا. لا أعتقد أنه كان هناك تفشي أو أي شيء، لذلك لست متأكدة من كيفية إصابتي به. بدأت الأعراض تتطور، أعراض سيئة جدا، صداع مؤلم، ارتباك النعاس، الغثيان وقلة الشهية. لكن عندما بدأت الهلوسة تأكدت أن لدي شيئا خطيرا. في يوم بينما كان زوجي في العمل كنت مستلقية في السرير، سمعت صوت طفل ينادي ماما من الطابق السفلي. ماما. ليس لدينا أي أطفال. سحبت نفسي من السرير لألقي نظرة أسفل السلم. ناديت باسم زوجي لكن بالطبع لم يرد لأنه كان في العمل. أحسست بصداع شديد في رأسي بسبب الوقوف، لذلك عدت إلى الفراش. بعد بضعة دقائق سمعت صوتا في الأسفل يقول مرحبا. Hello. أخذت الهاتف واتصلت بزوجي. كنت خائفة جدا، أخبرته بذلك. أحس زوجي كم كنت خائفة، لذلك ترك العمل وجاء مبكرا ليأخذني إلى المستشفى. قبل وصول زوجي من العمل كنت أغير ملابسي، فجأة شعرت بالغثيان. ذهبت مسرعة إلى الحمام. بينما كنت أتقيأ سمعت صوتا في الخارج، لكني لم أستطع أن أميز إن كان مثل الصوت الذي سمعته من قبل. كدت أفقد عقلي. للآن لم يتم تشخيص حالتي. عند وصولي إلى المستشفى أخبرني الطبيب أنني كنت محظوظة لأنني أتيت إلى المستشفى بسرعة. لو كنت انتظرت لفترة أطول قد لا أستفيد من العلاج، أو ربما يكون المرض قد قتلني. وأخبرني الطبيب عن جزء الهلوسة بأنه ليس عادي، حتى أنه لم يسمع به من قبل. تلقيت مضادات حيوية من خلال إبرة. بقي زوجي معي لبضعة ساعات في الغرفة. قيل لي أنني سأبقى لبضعة أيام في المشفى نظرا لخطورة المرض. في حوالي 10 ليلا عاد زوجي إلى المنزل لأنه كان عليه الذهاب إلى العمل. أخبرتني الممرضة أن أتصل بها إذا واجهت أي مشكلة. على الرغم من أني لازلت أشعر بالموت المطلق هززت رأسي ثم ذهبت. بعد لحظات بدأت أرى زوجي السابق في الغرفة فوق سريري ينظر إلي وهو يتحدث عن أشياء مروعة عن زوجي الحالي. اقترب مني وقال إنه سعيد لأنني بخير، وأنه جاء عندما رأى زوجي غادر المشفى. كان يخبرني كم يحتقر زوجي الحالي ويريد قتله. استمر في فرك جبهتي ثم غادر الغرفة. غالبا ما كنت أحلم بالأحلام السيئة عن زوجي السابق نظرا لسوء معاملته لي. عندما كنا زوجين فتحت عيني، ألقيت نظرة حول الغرفة. كان هناك كرسي أمام سريري لكن لم يكن أحدا يجلس فيه. أيضا لم يكن هناك عندما ذهب زوجي، بل كان في منتصف الغرفة. عدت إلى النوم. عندما استيقظت في اليوم التالي اتصلت بالممرضة، أخبرتها عن الحلم الغريب الذي حلمت به. أخبرتني بأنه ليس حلما، وأن ابن عمي جاء لزيارتي ليلة الماضية. أخبرتها أنه ليس لدي أبناء عم يعيشون في نفس المدينة التي أعيش فيها. بدت أكثر جدية وقالت إنه شخص جيد واسمه مارك اسم زوجي السابق. وضحت الممرضة الأمر للطبيب وأخبرني أن المضادات الحيوية ربما تسببت في إعاقة قدرتي على التعرف على النوم من اليقظة. لهذا السبب كنت أسمع بوضوح ما كان يقوله مارك. اتصلت بزوجي وأخبرته بما حدث. كنت غاضبة جدا. في ذلك اليوم أرسلت رسالة نصية إلى مارك، سألته لماذا فكر في زيارتي وكيف عرف أنني في المستشفى، لكنه تجاهل رسالتي.
أرسلت له رسالة أخرى قلت له فيها أنني سمعت كل تهديداته تجاه زوجي وأنني سأخبر الشرطة. بعد دقائق رد قائلا: أنا لم أقم بتوجيه أي تهديدات تجاه زوجي، لقد كنت هناك فقط لأنني سمعت ما حدث وأردت أن أتأكد من أنك بخير. لابد أنك سمعت أشياء أثناء نومك. أجبته: ابق بعيدا عن حياتي أو سأخبر الشرطة. لم يجب بعد هذه الرسالة. لم أخبر زوجي مطلقا عن التهديدات. سمعت هذا عندما لم أكن في وعي الكامل. كنت نصف نائمة مع المضادات الحيوية والهلوسة التي أصابتني في اليوم السابق. لم أكن متأكدة من الأمر، لكن من المستحيل أن ما سمعته لا يكون واقعا وأنني كنت مخطئة. غادرت المشفى في الأسبوع التالي. عملت ممرضة في عدة مستشفيات ومنشآت قبل المستشفى الحالي الذي أعمل فيه. أعمل في مستشفى أمراض الشيخوخة الذي يبعد حوالي 30 دقيقة من منزلي. كانت لدي خبرة في العمل مع الأشخاص الأكبر سنا، لذلك لم يكن هذا الشيء جديدا بالنسبة لي. عملت في هذا المشفى لمدة أسبوعين، وستفهم قريبا لماذا كانت تلك الليلة الأخيرة لي في ذلك المشفى. في بداية تلك الليلة تم تكليفي بجناح مرضى الزهايمر. كان علي أن أملك الكثير من الصبر في هذا الجناح. وجودي كفتاة صغيرة في العشرينات من عمرها بين مرضى هذا الجناح تركوا أنفسهم ليعوموا في أذهانهم. كنت أشعر بأنني سأفقد عقلي في الوقت الذي كنت أتعامل معهم. كنت مقيدة بتلك اللحظة. من بينهم امرأة كانت تبدو أكثر قلقا من الآخرين. كان اسمها لونا. كنت أول مرة أتعامل معها. كل وقت كنت أدخل غرفتها كانت تظل تخبرني عن الأصوات التي تسمعها وعن الرجل الذي يرتدي ملابس سوداء الذي تراه في زاوية الغرفة. طلبت سيدة أخرى إغلاق ستارة غرفتها قبل بدء مناوبتي حتى لا تزعجها لونا. كانت سيدة لطيفة تظل طوال الوقت تبتسم، لكنها لا تقول شيئا. بدأت مناوبتي في حوالي الساعة 9 ليلا. بحلول الساعة 11 ليلا كان معظم المرضى نائمين غير لونا. ظلت تتصل بي. كانت خائفة من تلك الأصوات التي تزعم أنها تسمعها، ومن الرجل ذو الثياب السوداء الذي يظل يحدق بها في زاوية الغرفة. لن أكذب، كان هذا يخيفني قليلا، لكني أعتقد أنها ترى وتسمع هذا في ذهنها فقط. كنت أتعاطف معها لأنني أتخيلها مخيفة جدا. كنت أبذل قصارى جهدي أن أهدئها وأن أجعلها تنام. لم أرغب في تشغيل التلفزيون لتهدئتها لأنني لم أرد إزعاج مرضى الآخرين في الغرفة. أمسكت يديها وطلبت منها أن تهدأ وأن تسترخي. أخبرتها بأنها ليست وحدها. استرخت لونا لفترة من الوقت، وفي المرة التالية التي عدت للإطمئنان عليها كانت نائمة. عندما لا ينام جميع المرضى يمضي الليل بطيئا جدا. بعد ساعتين تقريبا كنت في غرفة المنشفات أفضي عربتي. سمعت شيئا ما في الغرفة. سمعت حركة وأغلق الباب فجأة. استدرت ولم أرى شيئا. واصلت تخزين المنشفات ثم شعرت بيد على كتفي. نظرت إلى كتفي، قفزت وصرخت. لم أرى شيئا على كتفي. لم يكن أحدا غيري في الغرفة. كنت متأكدة أنني شعرت بيد كبيرة أمسكت كتفي. خرجت مسرعة من الغرفة إلى القاعة لألقي نظرة. لم يكن هناك أحد. استأنفت ما كنت أفعله. واصلت تخزين المنشفات حتى انتهيت، ثم التفت إلى الباب. رأيت رجلا يرتدي ملابس سوداء ينظر إلي ويبتسم من وراء الزجاج. سقطت على الأرض وبدأت بالصراخ. صراخي كان عاليا
لدرجة استيقظ الجناح بأكمله. اختفى الرجل، لم أعد أراه. بعد ثواني فتح الباب، جاءت إحدى زميلاتي الممرضة لمساعدتي على الخروج والنهوض من الأرض لأنني كنت في حالة هستيرية. سألتها عما إذا كانت رأت الرجل الذي يرتدي ملابس سوداء، فكان ردها: أي رجل؟ لا يوجد أي أحد هنا. قمنا بفحص كل مكان وكل الغرف في الجناح، لكن لم يكن هناك أي أحد يرتدي ملابس سوداء. صرختي أيقظت لون من النوم. دخلت غرفتها، بدأت تخبرني عن الصراخ. كنت أعرف أنها تتحدث عن صرختي. سألتها عن مواصفات ذلك الرجل المبتسم الذي كانت تتحدث عنه طوال الوقت، ثم نظرت إلي. لاحظت تغيير تعابير وجهها، ثم سألت: كيف عرفت؟ مع أن قلبي كان يكاد أن يسكت من شدة الخوف. زاد شعوري بالخوف عندما قالت ذلك. بدأت لونا بالصراخ. خرجت من الغرفة، ثم ذهبت ممرضات أخريات حاولن تهدئتها. تحولت إلى جناح آخر في تلك الليلة، ثم عدت إلى المنزل مبكرا لأنني شعرت بالخوف الشديد. في اليوم التالي أرسلت رسالة نصية إلى مدير المشفى. أخبرته بأن ليلة الأمس كانت آخر ليلة لي في ذلك المشفى. صدمتني التجربة. لم أعد أرغب حقا في العودة إلى العمل بعد الآن. لم أتعامل من قبل مع أي هلوسة من أي نوع، لكن الشعور باليد على كتفي وصورة ذلك الرجل المبتسم خلف الباب الزجاجي تطابق الوصف الذي ظلت المريضة تتكلم عنه طوال الوقت. كان هذا أحد الأحداث الخارقة للطبيعة بالنسبة لي التي لا يمكن تفسيرها. آمل أن تكون أول وآخر مرة يحصل معي فيها ذلك.